السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجات في حياتك لازم تعملها عشان هتساعدك تعيش حياتك بشكل مختلف. ده فرق انت هتحسه بنفسك لو طبقت وعملت الحاجات دي. في سلسلة خليها عادة بكلمك فيها عن عادات ما ينفعش يومك يعدي من غير ما تعملها. زي ما قلت لك هتحس فرق قبل وبعد تطبيق هذه العادة. أول عادة هكلمك عنها النهاردة هي عادة ضايعة من كتير جدا من المسلمين إلا من رحم ربنا، رغم عدم قدرها وأهميتها في الإسلام. ببساطة شديدة هي عادة صلاة الفجر. بكلمني بقى في حاجة أنا زهقت من كتر ما بسمعها ومستحيل أقدر أعملها أصلا. بقول لك اسمع الفيديو للآخر، شوف هتقدر تعملها ولا لأ. العادي إننا قبل ما بنعمل أي فعل أو عمل بنبقى محتاجين نعرف الفايدة اللي هتعود علينا منه، أو على الأقل الضرر اللي هيحصل لنا بسبب ترك هذا الفعل. تمام كده؟ إليك جانب من فوائد صلاة الفجر وأهميتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الصبح يعني الفجر. طب متخيل يعني إيه في ذمة الله؟ عشان ما تتخيلش كتير خليني أقول في ذمة الله يعني في أمان الله وجواره سبحانه وتعالى. تلاقي واضحة كده. الفائدة الثانية، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزق. فحافظ على صلاة الفجر لأنها من أسباب سعة الرزق. الفائدة رقم 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع سنة صلاة الفجر في السفر ولا في الحضر. ما بالك بصلاة الفجر نفسها. الفائدة الرابعة أن صلاة الفجر صلاة مشهودة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشيخ السعدي بيقول: قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله سبحانه وتعالى وملائكة الليل والنهار. أقول لك فوائد تاني ولا كفاية كده؟ هكتفي كده بس عشان ما تزهقش مني. استنى أقول لك حاجة أخيرة. صلاة الفجر دواء لتارك الصلاة، لأن ببساطة هتساعده يحافظ على باقي الصلوات، وده طبعا منطقي جدا. فلو انت اصلا ما بتصليش جاتلك الفرصه دي، اللهم فشل. فابدا النهارده تصلي الفجر، حتى لو هتدرب نفسك وتصليها في البيت. بعد كده ان شاء الله سييسر الله لك امرك، لانها ببساطه هي مساله تعود. ماشي؟ عشان ما تقولش انك مستحيل تعملها والكلام اللي انت قلته في الاول ده. لا يا صديقي العزيز، جرب بنفسك واحكم. ورمضان داخل عليك اهو، كل سنه وانت طيب، وهتلاقي ناس كتير يشجعك. وفي الاخر لو ربنا كرمك وبقيت من المحافظين على صلاة الفجر، ما تحرمش نفسك من ركعتين تصليهم قبل صلاة الفجر بنص ساعة بنية قيام الليل، وبأي قرآن انت حافظه، او تمسك مصحف وتقرأ منه في الصلاة. كده هو يجوز اصلا؟ والله يجوز خالص ان شاء الله، مش اي مشكلة. تمام كده؟ تابعني بقى في سلسلة خليها عادة عشان تشوف العادة اللي بعد كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.